السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة باشا ستوريز. القصة ديال اليوم كتعتبر واحدة من بين قصص الباردة أو كما كنقولوا بالانجلي cold cases. هاد القضية كتدوي على عائلة ماك ستيز، عائلة معروفة بماك ستيز واللي كتسكن في سان دييغو. علاش كتعتبر هاد القضية واحدة من القصص الباردة؟ لحقاش لمدة سنوات وسنوات من مورا الاختفاء ديال هاد العائلة عاد خرجوا بعض التحديثات سنة 2013. داكشي علاش بلا ما نحرق عليكم القصة ونبداوها دابا. ماكساي عندهم جوج وليدات، جونيور وجياني، واللي كانوا ساكنين في سان دييغو. هاد العائلة اللي كتكون من 4 ديال الاشخاص كانت كتعيش حياة سعيدة، وكانوا يلاه تحولوا لواحد دار جديدة. في ديك الساعة كانوا كيديروا ليها الاصلاحات وكيجدوا داكشي اللي خاسر باش يولي هو منزل الاحلام ديالهم. الاب كان خدام واحد العمل ناجح واللي هو تصميم وتركيب نوافذ المياه، الشيء اللي خلى عنده الوقت الكافي، والجدول الزمني ديالو كان مقاد وكيخدم الاغلبيه من الدار. داكشي علاش كان كيقضي الوقت بزاف مع العائله ديالو. نهار 4 فبراير غادي تختفي هاد العائله على وجه الانظار، وما غادي يبقى يبان فيهم حتى شي واحد، ولا غادي يبقاو يعمروا في الحي اللي ساكنين فيه. وغادي تبقى الامور على هاد الوضع حتى نهار 9 فبراير، ملي العائله ديالهم غادي تشطن عليهم، خصوصا وان حتى شي اتصال ما كيجي من الطرف ديالهم. وحتى الايام اللي معروفين انهم كيمشيو ويزوروا فيهم العائله ما بقاوش. هنا غادي يشكوا ياك ما تكون طرات ليهم شي حاجه ماشي هي هذيك. شركاء العمل ديال جوزيف كذلك مولفينش على الاختفاء المفاجئ ديالو، لحقاش هو كان مواظب بزاف على الخدمه ديالو، وحتى الا كان ما غاديش يجي كيعلمهم. دازت 5 ايام وحتى شي اتصال او حركه ما كان. قرروا الناس اللي خدامين مع جوزيف يصيفطوا واحد منهم للدار ديالو باش يشوف واش كيداير، لاباس عليه، واش ما كاينه حتى شي حاجه ماشي هي هذيك. ملي وصل غادي يلاحظ بلي الكلاب ديال العائله المحبوبه كاينين تماك، وعندهم ديك الماكله ديالهم. داكشي على السيد فكر وقال مع راسو راه العائله تكون غير خرجت من المدينه وخلات شي حد حاضي دوك الكلاب، حيتاش كان كيعطيهم الماكله وداك الشيء. نهار 13 فبراير ومن مورا ما داز 9 ايام على الاختفاء ديال العائله، مشى خو جوزيف للدار ديالهم. ما لاحظ حتى شي علامات كدل على الاقتحام ديال الدار، باستثناء واحد الشرجم اللي كان محلول غير النص ديالو. هاد الراجل لحقاش كان الاخ ديال جوزيف كان عنده سوارت ديال الدار، او بالاحرى كان عارف فين محطوطين. مشى ديريكتومون لواحد المحبق حدا الدار، جبد الساروت الاحتياطي ودخل. بان ليه كل شيء طبيعي في الداخل ديال الدار، ولحقاش العائله كانت يلاه انتقلات غير 3 شهور دابا، داكشي علاش كانوا يلاه كيقادوا الدار وداكشي، ما كان حتى شي اثر ديال شي واحد داخل ولا شي حاجه. داكشي علاش قبل ما يمشي كتب واحد الورقه بحال واحد الملاحظه للشخص اللي حاضي الكلاب ديال العائله، وقال ليه يتصل بيه، وخلى الورقه ملصقه في واحد البلاصه خارج الدار. الاخ ديال جوزيف عند راسو بلا راه شي واحد حاضي الكلاب ديال العائله، في حين ان غير العائله قبل ما تمشي كانت خلات الماكله للكلاب وداك الشيء، ولكن هو مشى غلط. رجع خو جوزيف للدار في الليل، غادي يجي واحد الاتصال من عند واحد الشركه ديال مراقبه الحيوانات، وقالت ليه بلا راها كتخطط انها تاخذ الكلاب اللي حدا الدار، لحقاش موالين الدار مخليينهم الخارج بلا ماكله لمده اسبوع، وباللي اللي كان مقابلهم راه ما كاينش. هنا خو جوزيف غادي يتاكد فعلا بان راه حتى واحد ما حاضي الكلاب، وغير العائله قبل ما تمشي راه كانت خلات ليهم الماكله ديالهم وصافي. نهار 15 فبراير يعني من مورا ما دازت 11 يوم على اختفاء العائله، جات الشرطه باش يفتشوا الدار ديالهم ديال عائله ماكستايز. محققين جاهم واحد شويه ديال القلق بسبب نقص الاثاث، والحال ديال الدار اللي كما قلت لكم كانت وسط عمليه تجديدات، وكانت حتى حاجه ما مقاده، وكان من الصعب انهم يحدوا واش كان شي صراع بين العائله او لا. في الكوزينه غادي يلقاو بحال واحد الماكله اللي كانت طيبه ومغطيه، الشيء اللي كيدل على ان العائله خرجت على غفله، او لا كانت عندها نيه باش ترجع بعد مده قليله، ولكن للاسف ما كان حتى شي دليل كيبين على سبب المغادره ديال العائله. فلاش باك واجي ونرجعوا دابا شويه اللور. في الاسبوع اللي كان قبل من الاختفاء ديال الاسره،
كانت سمر الزوجة خطات باش تمشي تشوف الأخت ديالها اللي يلاه ولدات. كان واحد من الأصدقاء ديال العائلة جا عندهم في ذاك النهار باش يعاونهم في الصباغة ديال الدار، وقال لهم قبل ما يمشي بلا ناوي يرجع يكملها معاهم نهار السبت 6 فبراير. لكن العائلة للأسف تعلن الاختفاء ديالها بالضبط نهار 4 فبراير. في النهار اللي قبل كان حضر جوزيف الاجتماعات ديال العمل المنتظمة ديالو، والتحقيقات غادي تكشف بلا جوزيف رجع للدار بعد الاجتماع، وكذلك السجلات الهاتف الخلوي كتأكد بلا بقى كيدير في المكالمات الهاتفية حتى الليل. وركزوا معايا دابا مزيان، الكاميرات ديال الجيران في التحقيق التقطت مشهد فيه السيارة ديال العائلة وهي خارجة من المنزل ديالهم، وغادي يكتشفوا بلا نفس السيارة نهار 8 فبراير توقفات بسبب مخالفة وقوف السيارات بسبب القرب ديالها من الحدود المكسيكية. باش نفهمكم اكثر، هاد الطوموبيل اللي لقاو حدا الحدود المكسيكية كانت خاوية، وملي فتشوها البوليس باش يقلبوا على الادله شافوا مشهد طبيعي، شي العاب ديال الدراري الصغار وصافي. هاد الطوموبيل فضل التحقيقات غادي يلقاو بلا انها كتعود للعائله، ولقاوها البوليس بعد 4 ايام من الاختفاء ديالهم حدا الحدود المكسيكيه، واللي كيبان هادشي غريب نوعا ما. غيبان دابا واحد الدليل اولا واحد الفيديو اللي غادي يبين وغادي يغير المسار ديال القضيه شويه. واحد الفيديو فيه مراقبة ديال الحدود، شافوا المحققين فيه 4 أشخاص كيشبهوا العائلة تماما، العائلة المعروفة بماكس ستايلز، نهار 8 فبراير مع ديك السبعة، وبالضبط بعد أقل من ساعتين من الاكتشاف ديال الطوموبيل اللي تلقات حدا الحدود المكسيكية وهي واقفة. كيبان في داك الفيديو ديال المراقبة راجل هو ومراته والأطفال جوج ديالهم. اضطروا البوليس انهم يستدعيو العائله باش تعرف عليهم، واللي قالوا بلا كاين تطابق كبير ما بين دوك الاشخاص اللي في الفيديو وبين العائله ديال جوزيف، وعلى الارجح غادي يكونوا غا هما. العائله كانت كتبان مرتاحه في الطريق، كان حتى شي مؤشر على انهم في شي مأزق شي ورطه ولا شي حاجه. قلبوا المحققين على السجلات ديال جواز السفر العائله، واكتشفوا بلا جوزيف عنده جواز سفر ساري المفعول، ما تمش الاستخدام ديالو سواء قبل الاختفاء سواء من بعد الاختفاء. الزوجه منتهي لها جواز السفر ديالها وما لقاوهاش دافعه باش تصايب شي واحد جديد. اما الاطفال فما كانش عندهم حتى شي جواز سفر، ولقاو شهادات ديال ميلاد بزاف الوثائق ديالهم، واللي ما يمكنش العائله تسافر للمكسيك بلا بيهم. هاد الشيء خلى المحققين في حيرة كبيرة، وفي 2013 القضية غادي تولي قضية رأي العام، وغادي تولي في يد شريف سان دييغو اللي غادي يكلف بها مكتب التحقيقات الفيدرالي. من أهم التحديثات اللي طرات في هذه القضية أنهم لقاو في 11 نوفمبر 2013 العظام ديال شخصين بالغين وجوج الأطفال ديالهم في صحراء كاليفورنيا للأسف. ومن بعد التحليل غادي يتم التأكيد على أن الرفات ديال العظام البشرية كترجع لعائلة ماكس ستايلز، والسبب في هادشي كامل جريمة قتل غامضة ما تحلتش إلى يومنا هذا. لا تنساوش ديروا اللايك وسبسكرايب الى عجبتكم القصه. كنكون وصلنا هنا لنهايه القصه ديالنا، نشوفوا فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.